أنا أفضحك عند خطيبك. يعني اعتراف بصوته، يسجل للأخوات ويصور للأخوات ويبتزهم ويهددهم. هذا السافل عاصم هيثم. الآن تسمع بصوته هذا الكلام. تفضل، يلا تفضل. يا صفاء، وصلي للدانا الرسالة ورجعي قولي لها لا أنت ولا أشكالك. طيب يقول أنا أعتذر. هي راحت خبرت ابن الحجاز وأنا عرفت أن هي خبرت وتحذر مني وخلت البنات كلهم يشيلوا المتابعة. وابن الحجاز كلمني قال لي ما أقدر أقول لك اسمها. طيب وأنا بليت أبحث عن الموضوع وطلعت هي قايلة ومحذرة مني ولغوا المتابعات كثير من الأخوات. فبلغيها تعتذر هي من الناس اللي خبرت عنهم عني، والا والله لأندمها حياتها. كل شيء ابعث رجل شيخ يا جماعه يقول اندمها حياتها. خلى الناس تسمع بعدين علق. عيد انت قطعت الناس وهم قطعت اهم نقطه يا ابو حسن. لحظه حاضرين نعيد مره ثانيه. يا صفاء، وصلي للدانا الرساله ورجعي قولي لها لا انت ولا اشكالك. طيب يقول انا اعتذر. هي راحت خبرت ابن الحجاز وانا عرفت ان هي خبرت وتحذر مني وخلت البنات كلهم يشيلوا المتابعه. وابن الحجاز كلمني قال لي ما اقدر اقول لك اسمها. طيب وانا بليت ابحث عن الموضوع وطلعت هي قايله ومحذره مني ولغوا المتابعات كثير من الاخوات. فبلغيها تعتذر هي من الناس اللي خبرت عنهم عني، والا والله لأندمها حياتها. كل شيء ابعث لخطيبها. كل المحادثات اللي بينها. نكمل يا ابو عمر. يا اخوان الحين في تسجيل بعد من ضمن التسجيلات. الحين اللي جاي ترى اشد وامر يا اخوان، والله اللي جاي بتسمعون هاي اشياء نحن الحين نشغلها قديمه، لكن بتسمعون اشياء اشد وامر يا اخوان. تفضل يا ابو عمر، تفضل كمل. طيب شفتوا الآن كيف يهدد دانا اللي عرضنا الرسائل الجنسية اللي كانت تدور بينه وبين دانا. زين، لما علمت البنت الله يستر عليها على أن هذا الرجل كذاب وأنه ما راح يتزوج وأنه المسألة مسألة ابتزاز عنده، زين، انسحبت منه. ولاحظتوا كلامه انه يهدد، زين، انه اذا ما رجعت واعتذرت للناس وكذبت نفسها انه راح يرسل المعلومات هذه والرسائل كلها لخطيبها. ما بعد هذه الخسة خسة، ولا بعد هذه النذالة نذالة، ولا بعد هذه الحقارة حقارة. فهذا الرجل خنزير بكل ما تعنيه هذه الكلمة. شوف